السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأشرح لكم بشكل بسيط عن استخدام برنامج أكسل. برنامج أكسل هو برنامج يستخدم لتنظيم البيانات وإجراء العمليات الحسابية. في هذا الجزء سأشرح لكم دالة سم في برنامج أكسل. نستخدم دالة سم لجمع أرقام بطريقة سهلة وسريعة. هذه الدالة تساعدنا على حساب مجموع دون حاجة إلى حساب يدوي. في هذا الجزء سأشرح لكم دالة ماكس ومين في برنامج أكسل. دالة ماكس نستخدم دالة ماكس لمعرفة أكبر قيمة في بيانات. هذه دالة تساعدنا على معرفة على درجة أو أكبر أرقام بسهولة. المثال يمكنكم مشاهدة المثال في فيديو. ودالة من. أما دالة من فاستخدمها لمعرفة أصغر قيمة في بيانات، وهذه دالة تساعدنا على معرفة أقل درجة أو أصغر رقم. وخلاصة نستخدم ماك لإيجاد أكبر قيمة ومن لإيجاد أصغر قيمة. وهاتان الدالتان تساعدنا على تحليل بيانات بسرعة ودقة. وبعد ذلك نستخدم average لحساب متوسط بسهولة. هذا أستخدم دالة average لحساب متوسط. المثال أدخلت صيغة، وهذه صيغة تحسب متوسط درجة من خلية F9 إلى F14، ثم نضغط على Enter فيظهر متوسط مباشرة. خلاصة دالة average تسهل علينا حساب متوسطات بسرعة وسهولة. في هذا الفيديو أستخدم أمثلة سهلة لشرح دولي count and countable. أولا نستخدم دالة count لعدد أرقام فقط، ونتيجه هي 5 لأن جميع خلايا نحتوي على أرقام. count. ثانيا نستخدم count لعد جميع خلايا غير الفارغة، وهي تعد كلمة وأرقام أيضا. ثانيا أما count blank فاستخدمها لعد خلايا فارغة. إذا كانت هناك خلايا فارغة فسيظهر عددها. وخلاصة وبهذا الدوال يمكننا تنظيم البيانات وحسابها بسهولة وسرعة.
هيا يمكنكم مشاهدة الفيديو لفهم شرح أكثر.